اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل غدانا. انا هنا بقى ايه، جبت بسارية كده اديتها غسله حلوه كده، وسبتها بقى ايه تتصفى في المصفى. ومعايا بقى ايه راس توم كده دقتها في الهون مع قرن فلفل حامي كده. هناخد ايه معلقه كبيره كده على البسارية كده. وهعصر بقى ليمون، وهنحط رشه كمون. وبصوا بقى تتبيله زي العسل هتخلي طعم البسارية ده حلو جدا. عصرت ليمونه كده ورشه كمون كده على على البسارية مع التوم بقى بالفلفل كده. طبعا انا حاطه بقى ملح على على التوم وانا بدقه في الهون يعني، فعشان كده ما حطيتش ملح. وهديله تقليبه حلوه. هسيبه بقى ايه شوية كده مع التوم مع الفلفل كده، يتبل حلو جدا كده. بيشرب بقى كله ايه من بعضه كده. انا هنا بقى ايه حطيت حلة كده على النار، حطيت فيها حبة زيت، وحطيت بصلاية كبيرة كده. وحطيت بقى ايه رشة ملح كده عشان البصلاية بتاعتي تاخد لون حلو كده. اول ما بتاخد اللون الحلو ده، بروح نازلة ايه بنص معلقة سكر. ايدي فيها بقى كده ايه، عايزة بقى ايه السكر ياخد لون كده ايه يعني، مش غامق قوي، عايزاه يبقى مظبوط كده عشان ما يمررش معايا. يعني نديله كام تقليبه كده. اول ما ايه ما الاقيه لونه بيغير كده خلاص. هنا برضو ايه معايا معلقه توم بالفلفل اللي احنا كنا دقينه في الهون ده. هنزل بيهم برضو وشمي احلى ريحه بقى. بصوا الجمال. هنزل بقى ايه كده خلاص شميت ريحه التوم، بديله تشويحه كده. اول ما بشم ريحه التوم بروح نازله بالميه بتاعتي المظبوطه، المعيار بتاع الرز بتاعي المظبوط. خلاص بقى ظبطنا كده الميه. هنزل بقى بالملح، وانا طبعا ايه بحط الملح وبنشوف بقى ايه هنحتاج ملح تاني ولا لا. وحطيت بقى ايه رشه كمون، يعني رشه بسيطه كده. اول ما الميه بتاعتي تغلي كويس جدا، بحب اسيبها تغلي حبه كده. يعني ايه اول ما تغلي كده 5 دقايق كده ايه، واروح نازله بالرز. بنزل بقى بالرز بتاعي كده، وبصوا احلى حبه رز بقى ايه صياديه زي العسل. بصوا بقى الجمال. طبعا ايه انا تبلت البسارية معاكم كده وسبتها مركونة شوية عشان ايه تشرب بقى من طعم التوم والفلفل والكمون كل الحاجات اللي احنا حطيناها. هسيب بقى ايه الرز بقى ايه غطيته كده وسبته ايه يستوي كده. اول ما يغلي ويشرب ميته هدي عليه. هنا بقى ايه حطيت حبة دقيق كده، وحطيت معلقة نشا، وحبة برضو ملح، وحبة شطة، وحبة كمون. رشات كده بسيطة كده عشان ايه يبقى الطعم معايا مظبوط. بقلب بقى كله ببعضه. معلقه النشا دي بتخلي البسارية ما تشربش زيت، تبقى حلوه معاكي، تبقى كمان في نفس الوقت مقرمشه. انا هنا ايه بنزل بقى بشويه البسارية كده في في الدقيق اللي احنا عملناه بالنشا ده. وهقلبه بقى كده ايه، وبشيل كده لقيت كده ايه يعني عشان هي صغيره فهتغلبني، فهجيب بقى مصفى كده اقلبهم كده شويه، واروح ايه منفضاها كده بالمصفى. كده اسهل واريح. بصوا بقى ايه انا كده حطيت شويه كده، وهعملها بقى ايه بالمصفى كده. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى اكله كانت زي العسل. ده بقى الجمبري الايه يعني الغلابه، يعني بتبقى رخيصه وطعمها بصوا بيبقى زي العسل. هتعجبكم جدا ان شاء الله لما تجربوها. تاكلي كده ما تشبعيش من طعمها. ليها كذا طريقة يعني، فايه دي طريقة من ضمن الطرق بتاعتها يعني. ليها طريقة صينية، يعني ايه عايزين نعمل ان شاء الله مع بعض بايه كذا طريقة ليها، لان هي مغذية جدا. انا هنا بقى ايه بعمل كده البسارية بتاعتي في الدقيق، وبمسكها بقى ايه في المصفى كده، بظبطها كده. بص الرز بقى اتشرب كده، بديله تقليبة وبهدي بقى عليه النار خالص. طبعا ايه خلاص انا اول الرز ما يعني بعمل الرز ايه بروح ايه محضره بقى ان انا اقلي على طول عشان تبقى سخنه ايه، يعني ما تبقاش احنا مش عايزينها ناكلها ساقعه يعني. تخلصي قليه تاكلي على طول. بصوا بقى الجمال. تحفه جدا هتعجبكم ان شاء الله الطريقه دي تحفه. وكمان لما بتتبليها زي ما عملناها كده بتشرب بقى من التتبيله وبتبقى زي العسل. بصوا بقى الجمال تحفه جدا. طبعا بقى ايه عملت حبة سلطة كده حلوين عملتها بكزبرة بقى وشبت وبصلاية. بصوا بقى بقت مقرمشة بصوا زي العسل. بطلع بقى طبعا ايه بصوا بطلعها اللون ده كده حلو جدا، اللون الذهبي الحلو ده. أكلة كده تفتح النفس. طبعا بطلع بقى ايه وبروح نازله على طول. يعني ايه طبعا بتبدري بقى ايه يعني لما بتعملي البسارية دي. ما بتعمليش زي ما بنعمل السمك ونركنه، لا انت اول باول على طول يعني ايه. انا بقلي كده بروح ايه عامله شويه، يعني خلاص الطاسه بتبقى على النار. بكون عملت انا شويه ايه اللي انا هنزل بيهم في الطاسه ايه في المصفى كده. ليه بقى؟ عشان هي لما بتقعد يعني انت لما بتعمليها في الدقيق وتسيبيها ما بتبقاش حلوه، يعني ما بتديكيش نفس النتيجه لما بتعمليها كده.
يعني لما انت لو عملتيها بالدقيق وركنتيها بالدقيق ما بتبقاش حلوه زي ما ايه بتعمليها في ساعتها كده. بصوا بقى الجمال، حبه رز بصوا يتبضروا بالحبايه زي العسل. وده السلطه بقى اللي قلت لكم عملتها بقى بحبه كزبره وشبت وبصل، واحلى غدوه. بصوا الجمال، انا هنا بقى ايه البسارية بصوا مقرمشه وتفتح النفس. وده كان غدايا النهارده، ما تنساش بقى بالاشتراك، كومنت حلو واللايك بتاعكم جميل.